ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين او رمضان يعني داخل على الابواب وكده، وحبيت طبعا بما اننا داخلين على رمضان اكلمكم عن المسلسلات اللي هتنزل، وبالاخص مسلسل الكبير الجزء الثامن العوده بعد السنه اللي فاتت. هنتكلم عن مسلسل وهنقول كل كاست وكل كرو وكل حاجه، بس قبل ما نقول وقبل ما نعرف وقبل اي حاجه اتمنى يعني نعمل حاجه بسيطه جدا، لايك وشير وسبسكرايب للشانل، انستجرام بيج وفيسبوك بيج ونفولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه اللي احنا محتاجين نعرفه عن مسلسل كبير الجزء الثاني. نبتدي نتكلم ان المسلسل الكبير الجزء الثامن مبدئيا كده هو مسلسل طبعا زي ما احنا عارفين بدأ من زمان، اتعرض قدامكم الكرو بسرعه كده. مسلسل بطولة احمد مكي، هشام اسماعيل، حسين حجاج، مش هيظهر طول كبير بس هيظهر، رحمة احمد، عبد الرحمن طه، في محمد جمال، مصطفى غريب، وفؤاد. ومن الناس اللي يظهروا كضيوف شرف في المسلسل هم أمينة خليل، ده على حسب موقع السينما يعني. ناس ضيوف الشرف اللي ظهروا في المسلسل هم محمد ثروت، اكرم حسني، شيماء سيف، ودي حاجه تمام مفيش مشكله يعني، حاجه لذيذه جدا. اتمنى ان ده يبقى حقيقي، لان احنا بنشوف ناس بيبقى مكتوب اساميهم وفي الاخر ما بيظهروش في المسلسل، بس اتمنى يعني اللي هم يبقوا موجودين. بس انا يعني شيماء سيف هي كانت ظهرت قبل كده، فما اظنش انها هتبقى حاجه يعني جديده. اتمنى ان الجزء الثامن الكبير يبقى حلو، لان انا على عكس ناس كتيره انا شايف ان الكبير هو احسن طبعا مسلسل كوميدي جه عموما. كمسلسل كوميدي هو احسن مسلسل كوميدي مصري، وكنت قلت ده قبل كده. كبير بصوا يا جماعه، انا مسلسل كبير انا زي ما قلت لكم قبل كده هو احسن مسلسل كوميدي مصري انا بحبه، تمام. بس هي المشكله في ايه يا جماعه؟ انا من وجهه نظري طبعا اول 5 اجزاء كانوا حلوين جدا. سيبك من اللي بيقول لك الجزء الخامس ما كانش حلو، ما كانش احسن حاجه، مش عارف يعني كان ممكن يبقى، لا بص اللي يقول لك الكلام ده يعني عشان بس ايه، الجزء السادس كان كده والجزء السابع كان كده، والسابع ما عجبش الناس، السادس عجب الناس، السادس عجبني، السابع ما عجبنيش قوي بصراحه. اهم حاجه ان الثامن يبقى افضل من الاجزاء اللي فاتت، واتمنى يكون ده اخر جزء في الكبير، لان احنا محتاجين نشوف احمد مكي بره الكبير شويه يعني. حتى لو عمل حاجه كوميدي يعني، ما هو كان عمل من كام سنه كوميدي مسلسل خاصنا بالشياكه، كان حلو جدا ولذيذ وكل حاجه، كان بره موضوع الكبير ده كانت حاجه لذيذه. انا عايز اشوف ده، مش نفس الشكل يعني، بس انا عايز اشوف حاجه مختلفه يعني، عايز اشوف بالذات ان احمد مكي المفروض ان هو كرييتيف وبيجيب افكار حلوه ومسلسلاته بتبقى لذيذه وكده. فانا اتمنى ان هو يركز ان هو يعمل حاجات مختلفه اكتر، يعمل افلام في السينما، لان احنا ما بنشوفش الكلام ده كتير. انا نفسي فيه في الكبير الجزء الثامن باختصار كده ان يبقى في حته السبوف او حته البارودي او الحاجات دي تبقى موجوده ومعموله حلو، لان ده اللي كان موجود في الجزء السادس اللي عجب ناس كتير وانا منهم، ترندات والحاجات دي، ان هو تقريبا كبير من المسلسلات او تقريبا المسلسل الوحيد اللي بيعمل الحكايه دي، فكره البارودي او السبوف او الكلام ده الكبير بيعملها حلو جدا. لو هنتكلم على مثلا ان كل حلقه يعني الكبير يعتبر مسلسل منفصل متصل، لو تاخدوا بالكم ايام من ساعه الجزء الخامس او الرابع حتى هو مسلسل منفصل متصل، دايما هتلاقي كل كام حلقه او مثلا تلاقي قصه يعني، اول 10 حلقات يبقى قصه، وبعد كده 5 حلقات تانيين قصه، وبعدين 5 حلقات تالتة قصة، وهكذا. مفيش مشكلة، بس طالما انت بتعمل قصة لذيذة انا ما عنديش مشكلة. الجزء الرابع كان بيعمل ده وكان لذيذ، الخامس كان برضو لذيذ. سيبك من الناس اللي قاعدة تقول لك مش حلو وحلو والكلام ده، وانا بقول لكم كل واحد رأيه وكل حاجة، بس يا جماعة انا بتفق تماما مع اي حد يقول لك الجزء الخامس مش حلو. يعني خلينا نكون صراحة، انا بعد الجزء الخامس، السادس عجبني على فكرة وكان حلو وكل حاجة. انا كواحد انا مش عارف ليه بحس ان يعني انا ما عنديش مشكلة ان في الجزء الخامس لما دنيا سمير غانم كانتش موجوده قلنا خلاص ماشي مفيش مشكله وكده، وكان في قصه وقدرنا نستبدلها، مش نستبدلها لحد بس قدرنا نعمل المسلسل من غيرها. انا رحمة احمد بالنسبه لي بحس ككاركتر كتمثيلها في المسلسل ده، بحس ان مش هقول هي مش لايقه على الدور او هي مش عامله الدور حلو، هي عامله الدور كويس جدا ولذيذه وكل حاجه، بس انا مش عارف يعني. السابع مثلا ما كانتش عجباني قوي، السادس كانت لحد ما مقبوله يعني كويسه، بس اللي اقدر اقوله اتمنى الثامن يبقى حلو، اتمنى الثامن يبقى افضل بكتير من السابع، لان السابع بالنسبه لي لاول مره احس ان الكبير مش جديد يعمله. ازاي؟ لان مثلا انت عندك في اول 10 حلقات ما لهمش اي 30 لازمه، اللي هو في الجزء السابع مربوحه والكبير ومتخانقين ومش عارف ايه والكلام ده كله مش حلو.
بعديها الكام حلقه بتوع التيك توك عملناها السنه اللي قبليها وكانت حلوه جدا، السنه دي نعيدها ليه بقى وبرده ما اتعملتش حلو. وبعديها عندكم وود ماتش ده، يعني مش وحش بس مش حاجه جامده. الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه في حاجات القصص او المغامرات الكبير وجوني وحزلقوم بيروحوا فيها، الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه هي فكره محمد سلام اللي كان في اخر المسلسل لما اتبدل هو وهدرس، دي كانت حلوه، دي كانت حاجه معموله حلو بالنسبه لي على الاقل، يعني كانت الحاجه الوحيده اللي كانت كويسه في المسلسل، مش الحاجه الوحيده بس يعني من الحاجات القليله قوي اللي كانت كويسه. بس اللي اقدر اقوله لكم يا جماعه ان انا اتمنى ان الجزء الثامن، ومبين من التريلر حتى تيزر تريلر ان المسلسل ممكن بنسبه كبيره يبقى احسن من السابع، واتمنى ان هو يبقى احسن من السابع، واتمنى برضه ان هو يبقى احسن من السادس، ويبقى في حته السادس، لان السادس لما اتعمل الناس كلها كانوا متحمسين ليه وعاجبهم، بلس كمان ان السادس بيعمل كومباك، فازاي يعمل كومباك وينجح ويكسر الدنيا والناس هيعجبه. انا شايف ان المسلسل الكبير مسلسل متميز جدا، حتى لو هو في اقل حالاته او اسوأ حالاته يفضل احسن من مسلسلات كوميدي كتيره جدا احنا بنشوفها في اي وقت بالنسبه لي على الاقل. يعني ده اللي انا بقوله. اتمنى ان احمد مكي في الاخر يعني يشوف مسلسل، لو يعمل مسلسل رمضاني تاني يعمل مسلسل غير الكبير، لو كوميدي، ولو عمل حاجه جد تبقى حاجه لذيذه جدا، ولو شفناه برضه في السينما يا ريت يعمل افلام كتيره شويه، لان احنا احمد مكي ما عملش افلام كتيره ومسلسلاته كلها منحصره في الكبير، في خلصانه بالشيكه والاختيار اتنين بس، يعتبروا لو جمعناهم على بعض يعتبروا مش مسلسلات كتير، فاحنا عايزين نشوف مسلسلات اكتر لاحمد مكي. وبس ده كان يعني كل كلامي كل رأيي في الموضوع باختصار كده. يعني انا اتمنى طبعا ان انتوا تقولوا لي رايكم وكلامكم ايه رايكم في الكلام ده، وريت سؤال الحلقه ايه هو اكتر فيلم بتحبوه لاحمد مكي، ايه هو احسن جزء في الكبير، جزء واحد قول لي ده اقوى جزء في الكبير او ده احسن جزء عجبني في الكبير من اول جزء لحد الجزء السابع، قول لي اكتر جزء عجبك. وفي الاخر يعني يا ريت لو انت بتتفرج، يعني لو انت عجبك الكونتنت يعني او بتتفرج ومش عامل سبسكرايب، يعني يا ريت تعمل سبسكرايب ويا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشترك على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وفولو على تيك توك، وباي باي.